بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم اهلاويه؟ عاملين ايه؟ معاكم الناس الرحمن. يلا كده اهلاويه بقى، عايزين نقفل بقى الالف مساك اهلاويه بقى. يلا اهلاويه بقى. بمناسبه فوز الاهلي امبارح على الهلال السوداني، دي بصراحه كانت مفاجاه ليا بصراحه ان الاهلي كسب امبارح الهلال السوداني. لكن الحمد لله الاهلي برضو لعب كويس بس مش كويس قوي يعني، وقرر برضو انه بيلعب نفس التشكيل بتاعه. راهو وسام وجيرارد ياشار، طبعا دي بتضيع مننا وقت كبير جدا جدا جدا. يعني خطة بصراحة يعني أو تشكيل، يعني بصراحة أنا بحس إن الأهلي متكتف. وكولر لسه عنده حاجة اسمها، أنا اخترعتها بيني وبينكم، يعني اسمها خوف المباريات. مش عارف ليه بقى خايف، بقاش يهاجم، بقى كله متوشته يطلع يلعب دفاع، بقى بيلعب هجمة مرتدة. يعني امبارح الماتش يخلص امبارح بسهولة جدا جدا جدا. يعني ماتش امبارح لو انا لعبناه في مطانية أسهل من الماتش اللي احنا لعبناه في القاهرة بصراحة. يعني الهلال امبارح ما جاش الماتش بصراحة. امبارح دي أحسن حاجة لو ما جاش الماتش. ما كانش فيه هجمة، يعني ما كانش فيه هجمة يعني غير مثلا هجمة ولا هجمتين بس طول الماتش الهلال. لكن الأهلي كان مش بيهاجم ولا بيدافع. الأهلي ما كانش بيهاجم، كان بيدافع بيلعب هجمة مرتدة. طبعا امبارح ضيعنا كذا كورة في الشوط الأولاني. كنا الأهلي كان كويس، مستحوذ كويس على الكورة، بيدافع كويس. أشرف داري يا جماعة ده نجم المباراة الأول، اللهم صل على النبي عليه. يعني بصراحة يعني بيقطع الكورة كويس، الكورة العالية بتاعته. الضغط يعني بيتقص بسهولة. أشرف داري يا جماعة ده مدافع كويس جدا 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 جدا، وليه يستمر في الأهلي والأهلي ما يسيبوش. يحيى عطية الله، مش عارف بقى هو يحيى عطية الله ده أسلوب لعبه ولا ده تعليمات من كولر. فبصراحة أنا مش عارف أحدد بصراحة، لأن أنا يحيى عطية الله أول ما جه قبل الإصابة كان نجم بصراحة، كان نجم النجوم يعني. بعد الإصابة لسه يحيى عطية الله محتاج يقعد مع نفسه شوية، يشوف لو دي خطة كولر خلاص الراجل هيعمل إيه. يعني هو بيقول له متقدمش خلاص متقدمش، لكن لو التقسيم من عنده يحاول يظبط نفسه شوية. احنا داخلين في مرحلة صعبة جدا جدا جدا. تاني حاجة طبعا إمام عاشور كان كويس جدا امبارح. كان كويس. أشرف بن شيخ كان كويس. هو بصراحة الاتنين عليهم علامة استفهام كبيرة جدا جدا جدا، هو وسام أبو علي وجورج أشار. بصراحة دول تحس إنهم نص الكورة، بالذات وسام امبارح. يعني تحس أو ممكن برضه الكورة ما توصلوش، بس لا هو الأول كان وسام بينزل يفتح مساحات، يعمل يمسك، يعني فاهم، تحس إن وسام موجود. لكن وسام بقاله ماتشين تلاتة مش موجود حتى هو بيلعب. جورج أشار نفس الكلام، ما بيعملش حاجة، مش شايفين منه حاجة، فاهم، ولا بيفتح مساحات ولا بيباصي ولا بيفهم ولا ليه وجود. فلازم الاتنين دول يشوفوا لهم ايه اللي حصل لهم، ما يلعبوش مع بعض تاني. فاهم، يعني كل واحد يلعب لوحده، يعني فاهم، ما حدش يلعب، ما يلعبش تاني وسام الا لما نكون بقى مزنوقين جدا ومحتاجين ان نكسب او يلعبوا مع بعض. لكن انت بتلعبوا اول ماتش ليه؟ يعني ما تلعب. ما هو نفس عرب برضه علامة استفهام على حسين الشحات. فين حسين الشحات؟ ما حسين الشحات الماتش الاولاني لعب في دقيقة 85 86، وشتت من الماتش التاني ما لعبش خالص. فانت ايه ما قعدوا ليه؟ انا امبارح استغربت جدا لما نزل طاهر وقعد حسين الشحات. هو طاهر عمل كل حاجة وكان كويس وكان فايق وهو اللي عمل الاسيست لامام عاشور، بس برضه فين حسين الشحات؟ طلع اشرف بن شريف الشوط التاني ونزل حسين الشحات اللي الفرقة التانية هتفتح ان هي محتاجة تحط جول. فانت هيبقى عندك مساحات كويسة، او كنت تنزل مثلا ما طاهر، لا طاهر مش مشكلته كان كويس. فكنت تنزل واحد في الشوط التاني مكان اشرف بن شرقي، وتخلي حسين الشحات في حته وطاهر محمد طاهر في حته، هيفتحوا لك مساحات. والاتنين ما شاء الله سرعه، واتنين عندهم مهارات زي اشرف بن شرقي يعني. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله كسب. بس لو هو بقى لما عمل تغيير وسام دي بصراحه الاهلي فرق. شفنا كذا كوره وشفنا كذا هجمه وشفنا امام دخل جوه 18 كذا مره، واللعيبه بتلعب براحتها وبتحس ان الملعب فتح. فاهم، الملعب فتح يا عم كرة. بلاش يا عم كرة، وحياة أبوك وحياة أبوك بلاش وسام مع جيرارد ياشار. بلاش إلا لما نكون مزنوقين جدا 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 نعملها. احنا مش محتاجينها في أول ماتش، احنا محتاجين نلعب ومحتاجين نكسب، واحنا داخلين على ماتش ابن هرمة، لا مؤاخذة في اللفظ، يعني ماتش فظيع جدا. ماتش يعني أرخم من الهلال السوداني. يعني اللي انت هتلاعب فرقة بتلعب كورة، دي مشكلة بقى، فاهم. انت بتلعب فرقة بتلعب كورة، هي طبعا صن داونز يعني. بتلعب فرقة بتلعب كورة وعندها لعيبة كويسة وعندهم مهاجمين وعندهم وسط كويس وعندهم دفاع كويس. فاحنا لازم نهاجم يا مستر كورة، مش كل ماتش ندافع، مش كل ماتش هنجيب جون ورايح وننام عليه، لأن كل مرة مش بتسلم الجرة. يعني يا ريت يا مستر كورر تسمع الكلام من حد يقول له ان ما ينفعش وسام مع جوردن شو. الماتش الجاي ماتش يعني انا نفسي نكسب رايح جاي، نفسي نكسبهم هناك. في اول ماتش هناك هيتلعب يوم 18 او 19 ابريل، والماتش يوم تاني يوم 25 او 26 ابريل.
انا نفسي نكسب ماتش رايح جاي، ونفسي نكسبهم بسكور. الفرقه دي رخمه، الفرقه دي انا مش يعني لازم نكسبها باذن الله ان شاء الله، بقى في ارضهم. حتى لو 1-0 انا هفرح، بس نكسب الفرقه دي في ارضها. فطبعا احنا طبعا يعني هنقفل صفحه الافريقيا شويه، ونشوف بقى اللي جاي بقى كاس الرابطه ولا الدوري. لا، في دوري النهارده كام؟ النهارده ايه ده ماتش بيراميدز يوم 12. خلاص يعني ماتش برضه رخم. بيراميدز عامل شغل كويس منهم امبارح، اتغلب 2-0، بس عامل شغل كويس جدا 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 بصراحه. فهنقفل بقى صفحه افريقيا شويه، ونفكر في بيراميدز الماتش يوم 12/4. الحمد لله على كل شيء. انا بصراحه امبارح ما كنتش متفائل الاهلي يكسب امبارح بصراحه، بس الاهلي فاجئني امبارح لو هو كسب. يعني انا توقعت الماتش هيتعادل او الاهلي هيتغلب 2-1، لكن الاهلي الحمد لله ربنا كرمنا، كنا ممكن نكسب والله 2-3. انا بقول لكم الماتش اللي هناك احسن، لعبناه احسن من الماتش اللي هنا، ودي غريبه جدا بالنسبه لي بصراحه، مش عارف ليه يعني. الحمد لله يا اهلاويه اللي احنا كسبنا الحمد لله امبارح. فالماتش كان ما فيش حاجه كده تتقال، بس هو كولر بس لازم يغير من تفكيره. احنا داخلين في لعيبه، يعني داخلين في منطقه صعبه جدا جدا جدا. فيا ريت حد بس يقعد مع كولر يفهمه ان مش كله وسامو جودا شار يعني انت لازم تخلي واحد معاك احتياطي بره، يعني حتى لا قدر الله وسام حصل له حاجه جودا شار ينزل لو انت عكست، فاهم؟ لازم يكون عندك بديل يا عم كولر يعني. الحمد لله يا اهلاويه اللي احنا كسبنا امبارح. الاهلي الهلال السوداني امبارح كانوا رخمين، كانوا فرقه رخمه برضه، بس لا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. قبل بقى ان شاء الله بصن داونز لما تيجي وقتها هنتكلم ونشوف اللي ممكن نعمل ايه مع سان داونز. وطبعا زي ما كنا قلنا قبل كده زيزو في الاهلي، يعني الحمد لله قلنا ان زيزو اكتر في الاهلي. زيزو خلاص بنسبه كبيره جدا في الاهلي. كل الحاجات الحمد لله يعني معلوماتنا بتبقى مظبوطه. فالحمد لله امبارح اتضح ان كده 100% زيزو في الاهلي. اهلا بك يا زيزو في نادي البطولات، نادي القرن الحقيقي. هتشوف حاجه تانية بقى غير انت كنت تشوف في الزمالك، مع احترامي طبعا للزمالك. بس احنا طبعا مش هنتكلم بقى زيزو خد كام وما خدش كام، والاهم مش على الفلوس، ده رزقه. احنا هنتكلم في فلوس. انا بتضايق جدا لما حد بيتكلم في فلوس. انت بتتكلم في فلوس ليه يا جماعه؟ ده رزق البني ادم. انت حتى تبص في رزق الراجل، ياخد اللي ياخده يا سيدي، ربنا كرمه خلاص هياخد فلوس. يعني انت قلت لي بقى خد بقى 100 مليون، خد 70 مليون، خد 80 مليون، مالناش دعوه، ده رزق بتاع الراجل. احنا اهمنا زيزو في الملعب، زيزو بيعمل ايه في الملعب. فان شاء الله باذن الله كده السنه الجايه يبقى سنه اخيره على الاهلي ان شاء الله باذن الله باللعبه الجديده دي زيزو. وان شاء الله نجيب لعبه تانية. بس زيزو هيفرق معانا كتير قوي، بس يفوق شويه بس من الضغوط اللي عليه دي، ويخلص من الضغوط اللي عليه، وهتشوفوا زيزو مع النادي الاهلي. بس عايزين بقى مدرب بقى يلعبوا كويس بقى، ما نجيبش احنا زيزو وفي الاخر يلعب لنا بجاردي اشار وسام ابو علي يعني. فتبقى صعبه جدا 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 جدا. فالحمد لله على كل شيء، والقادم احسن النادي الاهلي. يلا اهلاويه عايزين ننزل 1000 مشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.